ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ لازم اشارك معاكم اللحظة الجميلة دي. انا النهاردة طبعا احنا يوم 25، وقاعدة زعلانة ومتضايقة ان انا ما جاليش هدية عيد الام طبعا. وكل سنة يعملوا فيا الحكاية دي والفصل ده. فطبعا السنة دي انا زعلي زايد وبان عليا قوي. فكل شوية يقولوا لي معلش يا ماما، ما هو احنا هنجيب فلوس منين يعني؟ يا ماما مش عارفة ايه، طب انت عايزة ايه؟ طب نجيب لك ايه؟ المهم يا جماعة، لقيتهم مرة واحدة، لقيت المندوب بيخبط وجايب لي الهدية القمر دي، جايب لي دي اهي. طبعا هفتحها معاكم ونشوف هما جايبين ايه. لان بنتي لقيتها بتتصل، هي بره في كلية، لقيتها بتقول لي يا ماما المندوب على الباب افتحي له عشان انت مفيش شبكة في الموبايل. فطبعا قمت وفتحته وكده، وقالت لي الفلوس انا سايباها له، فخدي منه الحاجة يا ماما وحاسبيه. طبعا انا اتفاجئت ولسه صاحيه من النوم وحاجه، يعني انا مش عايزه اقول لكم شعوري ايه. متلخبطه، مش عارفه هو في ايه، طب المندوب جايب ايه، طب ايه، مش عارفه اكلمها. المهم تواصلت مع المندوب، هي طبعا بعتت لي رقمه، تواصلت معاه وفتحت الباب لقيته واقف على الباب بالهديه دي. قلت له ده ايه؟ قال لي دي اوردر جاي من نون. فانا هفتحه دلوقتي معاكم اهوت عشان نشوف هما جايبين ايه، وجايبين لي كمان حاجه هقول لكم عليها. اي الله، كبه يا جماعه، كبه. الله، كبه 5 لتر، اللهم بارك يا رب. انا كنت محتاجاها جدا جدا جدا. هم فعلا لمسوا الاحتياج اللي انا عايزاه. او بنتي، تمام. انا فعلا كنت محتاجه الكبه دي يا جماعه، نوعها سكاني، حلوه قوي قوي، كنت محتاجاها فعلا جدا جدا جدا. مش عايزه اقول لكم قد ايه. ليه؟ انا كنت بستخدم كبه صغيره قد كده، وغير كده كمان الغطا بتاعها اتكسر. فطبعا مأساة، يعني مأساة مأساة بكل المقاييس. فهم شافوا المعاناة بتاعتي دي، وبقالي سنين بستخدمها. كان عندي خلاط اللي هو الكيتشن ماشين، وكنت بعمل في الكبة بتاعته باظ. فهم لمسوا الحتة دي وجابوا لي الهدية الجميلة دي. هفتحها بقى قدامكم دلوقتي ونشوف ونجربها. كويس ان هم جابوها 5 كيلو، 5 لتر، 5 كيلو ايه، 5 لتر. عارفين ليه؟ عشان انا هحتاجها في التفريزات والتجهيزات والحاجات دي اهي. وسكاني ماركه كويسه، واقول لكم بكام وكل حاجه. طبعا انا قلت للمندوب جربها، فقال لي انا مش، ما ينفعش ان انا اجربها. انت بتاخديها تجربيها، ولو فيها اي مشكله بترجعي، بتعملي ارجاع من على الابلكيشن. انا هقعد هنا كده عشان ايه افتحها معاكم. الله، جميله جميله، كان نفسي فيها قوي يا جماعه. والبتاع ده كمان، تخيلوا انت لما يكون نفسك في هديه وتجيلك، يعني حلم والله العظيم. انا فرحانه جدا، ربنا يبارك لي فيهم وخليهم لي يا رب، وخلي لي بنتي يا رب وسعدها. الله، ده شكلها اهو يا جماعه، خفيفه مش تقيله، خفيفه جدا. طبعا ده الموتور، تمام. وده الغطا بتاعها، ده ايه، وده الغطا بتاعها اهو. ولها هنا ايه جلده كده محكمه، ولها كاوتش برضو تقريبا ده استبني، هنشوف. والسكينه بتاعتها اهي، شايفين؟ ده 1 2 3 4، حلوه قوي. جاي معاها ضمان اهو، وجاي معاها اللي هو الكتالوج بتاعها، هي من جوه اهي. عايزه اقول لكم بقى، هنفرز بصل ونفرز ثوم وبراحتنا بقى.
شوفوا كبيره ازاي ما شاء الله، حلوه. دي بقى كمان اللتر دي ال5 لتر دي عشان لو انا بعمل كفته عايزه اخلطها كلها مع بعضها هتسعفني. في التفريزات كمان على القناه هتبقى حلوه معايا يعني. اكيد كويسه، بحبها. استنوا كده بقى ما نشوف بتقفل ازاي اهي. انا حطيتها اهو. احط بقى الفطور وهجربها معاكم، يا رب تشتغل. طبعا احنا عندنا كلنا اي حاجه قديمه للبيع ده بيعدي، احنا في مصر معروفين بيه. معلش بقى، مش عايزه اقول لكم انا سعيده قد ايه وفرحانه قد ايه والله. اكيد فرحتي دي واصله لكم. انا كده حطيت الفيشه اهو، هجرب بقى معاكم. انا الفيش عندي بعافيه شويه. اوه اشتغلت يا جماعه، بس انا غبيه جربتها بده فاتنطر مني، بس الحمد لله اشتغلت ما شاء الله، قويه وجميله. حبيت اشارككم فرحتي، اول فرحه ليا معاكم على القناه. ما حبيتش ان انا اكون فيها لوحدي. طبعا ربنا يخلي لنا اولادنا، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه. هجربها بقى واشتغل بيها ونعمل بيها فيديوهات مع بعض، وهقول لكم هي كويسه ولا لا، وهقول لكم كمان. انا معلش انا هقفل بس الشباك. الشارع عندي مورستان. انا هوريكم كمان انا عندي محل ايه تحت، وساعه المغرب بيبقى عامل ازاي. بصوا يا جماعه، طبعا انا فرحانه جدا، وبشكر بنتي جدا انها فكرت فيا، لان هي اكتر واحده حاسه بيا، لان هي معايا في المطبخ دايما وبتساعدني في التصوير وكده. عايزاكم تدعوا لها دعوه حلوه في الكومنتات، ربنا يكرمها ويصلح حالها يا رب، وتدعوا لاولادي جميعا ربنا يكرمهم ويصلح حالهم. وان شاء الله هجربها ونعمل بيها فيديوهات زي ما قلت لكم مع بعض، وان شاء الله ان شاء الله اقول لكم هي كويسه ولا لا للي عايز يجيبها. سعرها يا جماعه بالتوصيل بكله حوالي 1500. ده سعرها، بس بصراحه هي لو اشتغلت وبقت كويسه ده بالنسبه لي هيبقى بصراحه مش خساره فيها الفلوس. انا بقى ان شاء الله هجربها معاكم. عايزه اقول لكم بقى واوري لكم مقطع كده، ابني الصغير برضو جاب لي حاجه كده، هوري لكم المقطع بتاعها اهي يا جماعه. هي سعرها الاصلي 2371، لكن هي عليها خصم 36%، فاصبح سعرها 1499، والتوصيل طبعا مجاني من على ابلكيشن نون. وممكن تدخلي على اي خصم او خصومات لاي يعني يوتيوبر او كده هتستفيدي اكتر. فهي على ابلكيشن نون سعرها حلو ولقطة، يعني في وفر كبير جدا فيها في ظل غلاء الاسعار ده اهي. بحبكم جدا. شوفوا بقى معايا مقطع هدية محمود. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل ام طيبة. دي بقى الهدية الكيوت التانية اللي جت لي، وبصراحة فرحت بيها جدا جدا جدا. الهدية مش بسعرها ومش بقيمتها، الهدية يا جماعة يعني عايزة اقول لكم بمعناها. الهدية بمعناها ان انت تلاقي اللي قدامك فاكرك وجايب لك هدية وبيفكر فيكي، حتى لو انت عارفة ان هم امكانياتهم بسيطة ممكن ما يجيبوش، بس يفتكروكي حتى بكل سنة وانت طيبة. دي بتفرق جدا جدا في نفسيتك، وبتفرق في ان انت تواصلي حياتك معاهم بكل نشاط وجد واجتهاد. ويا رب الفيديو يعجبكم.